انا عايز دكر يطلع يكذب الكلام ده، دكر يعلق على الكلام ده ويقول لك الكلام دوت ما بيحصلش او الكلام ده مش حرام. بس ولا زكا ولا فلوس ولا اي حاجه منهم، كله محرم بالنسبه للناس دي. اسمع كده وانت المسلسلات والدراما بيرسخوا الافكار الاساطير دي في اذهان الناس. وايه اصلا رسخ؟ فن ايه ده ورساله ايه اللي بيأدوها؟ المهابيل دول من الفنانين اللي عاملين نفسهم فنانين وهم مهابيل، ايادي الشيطان في الامه. كل واحد يقول لك ليه رساله؟ رسالتك هي رساله ابليس. ده علموا الناس لما عالجوا مشكله المخدرات وجابوا لك فيلم المدمن، علموا العيال المدمنين ازاي يتعاطوا الادمان، وبيعلموا الناس ازاي يمارسوا السرقه وازاي يمارسوا النصب والاحتيال بطريقه اخر شياكه. بيعلموا الناس شرب الخمر لما تضيق بهم الدنيا. كل الافلام كده، لما تضيق الدنيا ببطل الفيلم يعمل ايه؟ يروح يسكر. يعني كانوا بيقول لك كده بطريقه غير مباشره، اما تضيق الدنيا يروح يسكر. يعني اي رساله بيأديها هذا الفن اللي بيعتبروا نفسهم اهل رساله، دول رسائل ابليس، دول شياطين انس، ولازم يفيقوا لنفسهم. وكل الرزق اللي بيجمعوه ده كله حرام، وانا مسؤول عن هذا، مسؤول عن هذا قدام ربنا. يجوا يحجوني قدام ربنا. كل رزق الممثلين حرام، حتى